شويه شاي عنب. ايه ده؟ غريبة قوي. ازاي الراجل بروجرام بيشرب الشاي وانا ما شفتش بق الشاي نازل من هنا؟ قول له جرام ايه يا مجنون انت؟ ده شغل ايه انا عارفه. سعادتك يعني قول له جرام ايه يعني سعادتك؟ ده انا ما اعرفش اقولها اصلا يعني. يعني انت ايه وازاي ما طلعتش من الموبايل اللعبه؟ انت بني ادم زينا ولا ايه؟ ثواني يا مازو، دي ما عدتش. ما الاولانيه ما عدتش، الثانيه هتعدي. ده اللعبه طلع بني ادم زينا عادي. وجاي لنا بنفسك يا لعبه باشا؟ لا لعبه باشا جه ولا ايه؟ لعبه باشا جه. حضرتك لو سمحت ما تستعبطش، هو انت مش اللعبة؟ ده منظر اللعبه باشا يا جماعه، ده واحد غلبان. اللعبه باشا ده راجل يعني عنده فلوس ويقدر يلعب معاكم زي ما هو عايز. يعني انت متاكد يا راجل انت ان انت مش اللعبه؟ اللعبه باشا ايه؟ ده انا راجل غلبان سعادتك شغال في شركه النشا والخميره. لعبه باشا قابلني وخد بقى الحقوق بتاعت وش برقبت باللغد واداني 250 جنيه عشان هو يستغلها بقى ويقعد ايه يطلع لكم الحاجات اللي انتوا كنتوا بتلعبوا بيها. ب 250 جنيه؟ كل ده؟ ب 250 جنيه؟ ده تمن مشكل اغلى من كده. استغلال ايه اللي ب 250 جنيه ده؟ مش فاهم اي حاجه. يعني ايه؟ يعني احنا كل ده من لعب الكمبيوتر؟ فين اللعبه دي؟ لو اللعبه دي راجل يوريني نفسه. هو راجل لعبه يعني هيقابل الكسبان منكم في الاخر وهيديله الجايزه اللي قيمتها ايوه. يا نهار ابوكوا اسود. 100 مليون جنيه؟ يعني قولوها بالترتيب. ما هي يا جماعه. يلا بس عشان تلحقوا. نلحق ايه؟ تنقذوا نفسكم انت ووسيم بايه؟ ننقذ نفسنا من ايه؟ من السم. ايوه، ما انتوا من 10 دقايق يعني انت ومازو بيه واحد منكم خد السم. انت بتقول ايه يا مجنون انت؟ ما انت لو ليكي راجل كنت رديت عليه. 100 مليون جنيه؟ سيبك منه، ده متاخر ربع ساعه. السم ايه اللي تسمينا بيه؟ لا ما فيش، ده سم هاري من اللي بيموت ده. بيموت ايه ده؟ انا اللي هموته. استنى عنك انت يا مازو، انا ان تسيب هاري عادي. ايه ده؟ يا اخوانا صلوا على النبي واستهدوا بالله، الراجل ممكن يموت في ايديك. ما يموت في ايدينا يا جميل، بيقول لك سم هاري عادي. ايه ده؟ ما تسيبوهوش يا جماعة. إيه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه سم هاري عادي؟ يعني ايه؟ سعادتك انا مالي انا اللعبه بيه هو اللي قايل لي اعمل الحكايه دي واداني 250 جنيه، دفعت منهم 100 جنيه في التوك توك. خلوني بقى اكمل المهمه للاخر. ومعناته ايه الكلام ده يا لعبه بيه؟ ده معاكوا ده ولا شغال هنا؟ ده معانا، ده بواب اللعبه. كمل اللي بتقوله. معنى كلامي ان واحد منكم انتوا الاثنين هيموت لو ما كملتوش المهمه. هيموت؟ قدامكوا ساعة زمن، اللي هيخمن صح ويعرف مين اللي خد السم هو اللي هيفوز. والتاني هيموت؟ لا، اللي خد السم هياخد الترياق ده وبالطريقة دي انتوا الاتنين هتعيشوا. هو يعني ايه ترياق؟ وبعدين ما تخافش يا مستر وسيم، السم مش هيأثر فيك، جلدك سمكه قد كده. السم محتاج سنين ضوئيه عشان يخش العضو من اعضائك. ما تبطلوا هرتله بقى، كفايه حرام عليكم. احنا لا عايزين لعبه ولا عايزين فلوس ولا عايزين زفت. لا ان شاء الله ما حدش هيموت، حتى لو 100 مليون دولار احنا مش عايزينهم، بس ما حدش يموت. انا نسيت حاجة مهمة جدا اللعبة باشا قال لي عليها. ايه هي؟ ما انا بقول لك نسيت. يا اخي تنيل واسكت بقى، كفايه. ما انت لو ليكي راجل انا كنت رديت عليه. 100 مليون جنيه؟ ما تستحيلش معاه، ده ما جاش من بيتهم اصلا. انا هخلي الترياق معايا يا وسيم، ولو حسيت ان انا تعبان هاخد الترياق، لو حسيت ان انت اللي تعبان هديهولك وتعيش انت. صح يا مصر، بس معلش بقى خليه معايا أأمن. وما تخافش، لو ظهرت عليك الأعراض هديهولك، ولو ما ظهرتش هبقى اخده أنا.
بس انا افتكرت اللعبه بيه قال لي عليه وكنت ناسيه، افتكرته دلوقتي. ايه هو؟ بيقول لك يا سيدي لو واحد ما خدش السم وخد الترياق هيموت مسموم، وبالتالي اللي واخد السم وما خدش الترياق هيموت مسموم. يبقوا في الحاله دي انتوا الاثنين متوا، لازم تخمنوا مين اللي خد السم عشان هو اللي ياخد الترياق. بقول لك يا عم عشان بس ما حدش فيهم بيرد عليا، هو يعني ايه ترياق؟ طيب السلام عليكم، عايزين حاجه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خلاص بقى ما تعيطش. انا خايف قوي. ما تخافش يا حبه. ما اخافش ازاي؟ اسمها هموت يا اسراء، ما اخافش ازاي هموت؟ معلش. بقى يا وسيم انت هتقعد توقوق؟ بحبها. جوز الحلاليف اللي على مقدمه الترابيزه، بتعملوا ايه في اللي احنا فيه دلوقتي؟ احنا بنعلق رهان على مين فيكم اللي خد السم. انت ما عندكش دم يا غريب؟ انت ليه دايما ظالمنا يا مازو بيه؟ انت عارف فلوس الرهان دي انا لو كسبت كنت هعمل بيها ايه؟ كنت هساعد مدام شيماء في خارجي. اخرس بعد الشر عليها. انت كمان معلق الرهان على ان انا اللي اتسممت؟ اصل بصراحه ظلم بعد كل اللي عملته فينا دي، في النهايه حد غيرك هو اللي يتسمم. عنده حق يا بص بصراحه. وانت بتعمل ايه يا بسيوني؟ انت كمان بتعمل ايه؟ انت بتاكل عادي، مش خايف طب الاكل ده يبقى مسموم؟ انت فاكرني افكاري سطحيه زيكم؟ انا بحكم خبراتي المتراكمه طلبت اكل جديد بعد السم. سيبك منهم دلوقتي يا وسيم وخلينا نفكر بالعقل. ايوه نفكر بالعقل يا مصر. دلوقتي اللعبه عايزه تسممني انا وانت بس، يبقى اكيد السم كان في حاجه انا وانت بس اللي اكلناها. واللعبه مش غبيه ولا هتخاطر، فاكيد هي حطت السم في حاجه محدش غيرنا اللي هياكلها. صح، يبقى احنا نحصر الاكل ونطلع منه الحاجات اللي اي حد غيرنا كل منها. صح. انا الحمد لله نقنقت في طبقي كده على خفيف، يبقى انا اكيد بره حسابات السم ده. يبقى طاجن الباميه. فاكر طاجن الباميه يا مازو؟ اللي طلبت منه معلقه وقلت لي امشي يالا. ايوه هو تقريبا طاجن الباميه دوت اللي في السم. شفت اخرة التفاصيل. يا نهار اسود، طاجن الباميه ده وهو معدي من قدامي وجاي لك، انا خدت منه كده معلقه صغيره على خفيف. على خفيف؟ ده انت معلقتك شرخت ارضيه الطاجن يا شيماء. وبالنسبه للفراخ المشويه انا ما مدتش بقي عليها، مستر زلومه اكل الفرخه بحالها بعضمها. ايوه صح، الفراخ. انا اكلت الفراخ كلها، انا هموت. لا بعد الشر عليك يا حبه. وعلى فكره بقى وسيم حبيبي ربنا يخليهولي ياكلني منها ببقي. وانا كمان. وانت كمان اكلك في بقك؟ انت خلاص اعتبرتيني مت؟ لا انا كمان دقت حته ورك كده على خفيف. وانا اديت الترش الماظ. لا الترشي ده كلنا كلنا منه. اللعبه مش غبيه، مستحيل تحط السم في حاجه في احتمال حد غير انا ووسيم ياكل منها. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا حصر الاكله يا جماعه، وهنبدا بالبانيه. مين اكل من البانيه؟ انا، ولو اني ما كنتش عاوز اكل عشان نسيت الدواء، بس انتوا اللي صممتوا ان انا مش مهمه تفاصيل الدواء، المهم انك كلت من البانيه. وانا عايز قاع. وكلت من البانيه؟ وانا على خفيف. انت هتموتيني على خفيف. الكباب؟ انا اكلت كباب. وانا على خفيف. طيب الرز معمر؟ انا وانا ايه بتبصوا لي كده ليه؟ انا ما كلتش من الرز المعمر ده، بس كلت من الرز بتاع بسيوني على خفيف. هو ده اللي نقنقت بس. بطنك وجعاكي؟ يبقى هي اللي خدت السم. سم ايه اللي خدته؟ بكميه العك الخفيف اللي اكلته ده لازم بطنها توجعها. ايوه صح، بقول لك يا مازو انا كنت ناوي انا اعزمكم على العشاء يعني، بس بالهبل اللي هي خدته على خفيف ده احنا هننصص مع بعض. ماشي؟ انا عرفت مين اللي خد السم. مين؟ انا. ايه؟ انا الوحيد اللي طلب محشي بالكوارع ومحدش كل منه غيري. متاكدين يا جماعه؟ مفيش اي حد داقه على خفيف؟ على فكره مازو ما رضاش يديني صباع وانا كان نفسي فيه. هارد لك يا ويسو، هتبقى 6 7. هات الترياق يا انا باشا. اسف،
بس من ضميري المهني لازم اعتذر لك، وانا جاي انزل لك ورق العنب اخدت منه صباع ورق عنب صغير. انا متاسف ليك. عموما واحد جديد على حسابي. طب وبعدين يا جماعه؟ احنا كده ما عملناش لاي حاجه ولا وصلنا لاي حاجه. مستر متر اوتيل، استاذنك في ازازه ميه سقعانه عشان مش بشرب الميه اللي في درجه حراره الغرفه العاديه. الميه. الميه. انا متهيالي ان انا شربت من الميه. وانا كمان متهيألي ان انا شربت من الميه. معقوله احنا الاتنين شربنا من ازازه واحده؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة. انت متأكد انك شربت من الازازة ولا متهيألك انك شربت من الازازة؟ انا بصراحه بتهيألي ان انا شربت من الازازه، مش متاكد. وانا كمان مش متاكد، بس الازازه مفتوحه ومشروب منها. ايوه، يبقى نراجع الكاميرات. الكاميرات مش شغاله النهارده، الظاهر ان حد بوظها. خلاص احنا نستنى الساعة دي تفوت، واللي يموت يبقى هو ده اللي خد السم. بس بقى جرايه بني، ما هي مش محتاجه غباوه في الظروف الصعبه دي. بصوا يا جماعه، فات 20 دقيقه، احنا هنستنى كمان 40 دقيقه بس مش ساعه عشان نعرف مين اللي اتسمم. مش هيبقى ضياع الوقت كمان يعني. حرام حرام بعد كل اللي عديت بيه معاكم وفي الاخر اموت بالسم مش منكم. حرام. ما انتوا اولى. خد يا حبيبي منديلة. ده اللقاء اللي كنت خايف منه. انت ما بتعيطش ليه؟ خد عيط معانا. إسراء، أنا عايزك دلوقتي تهدي وتركزي وتفكري مين فينا اللي شرب المية. ماشي؟ أنا ابتديت بيكي لأن أنا عارف إن الستات بتهتم بالتفاصيل موت. ايوه انا بحب التفاصيل موت. موت. لا 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 وسيم هيموت. ما تعيطيش بقى. لو ما عيطتش دلوقتي هعيط امتى بس يا حب؟ عيطي لما انا بقى اتسمم واموت. ما انت لما تموت مش هتشوفني انا بعيط عليك يا حبو. لا 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 ما أنا مش عايزة أقضي آخر ساعة في حياتي مع الهبل ده والنبي يا جماعة. أقوم أصلي اللي فايتني أحسن. إسراء ركزي. عارفة مين فينا اللي شرب من الإزازة؟ وقت ما كنا بنتعشى. ممكن لو سمحتي لو هتاكليني اي حاجه تاني تمسكيها بالشوكه، لان ايدك على الكفته قلبت الكفته سكر. يا الله، حق ربنا كده كفايه. وسيم لازم يقدم في مسابقه اجمل راجل في العالم. نفس العالم كله يشوفه بعينيه. انا فكرت فعلا في الموضوع ده، واللقب مضمون طبعا، بس للاسف سحله بقى بعد المكسب، سفر واجتماعات وندوات، فقلت فاكس. فاكس طبعا، وكمان عشان الحسد بصراحه. موزو بقى ساعتها